السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا بواحد المجموعه ديال الصيادين اللي لاحوا الشبكه ديالهم على قبل باش يصيدوا شي حيتان، ولكن ما كيقدروا يصيدوا والو من غير واحد الحوت صغيور. هنا كيبان لنا الطفل جيسي هو وصحابو كيحاولوا يستعطفوا الناس باش يدوروا معاهم، وكيكون فيهم الجوع بزاف وكيمشيو لواحد المطعم. ملي كيمشيو الناس كيهزوا الشياطه ديالهم وكيديوها معاهم، وفي الطريق ديالهم كيلقاو واحد الطونوبيله فيها واحد الحلوى ديال لاكريم وكيشفروها وكيديوها باش ياكلوه. ملي كيمشيو للمكان اللي كيتجمعوا فيه كيقول لهم جيسي باللي مو سمحت فيه ملي كان باقي صغير، وشويه كيجيو البوليس والدراري ديالنا كيهربوا وكيتفرقوا كل واحد كيمشي بوحدو، الا جيسي هو وصاحبو تيدي كيدخلوا لواحد المنتزه. وشويه جيسي كيبان ليه واحد الحوت ورجاج وكيهرب. ملي كان هربان كيسمع الحوت كيدير واحد الصوت بحال كيطلب منه المساعده، وكيرجع باش يشوفوه ولكن كيشدوه البوليس. ملي كيديوه الكوميساريه كيقول ليه واحد الضابط باللي راه ما غاديش يحكموا عليه بالحبس حيت باقي صغير، ولكن العقوبه ديالو غادي تكون هو انه ينظف هذاك المنتزه هو وصاحبو تيدي، وكيقول ليه باللي راه جايه واحد العائله باش تبناه وراه ما خاصوش يضيع هذه الفرصه. وجيسي كيوافق وكيمشي عند عائلته جديده وكترحب بيه وكيطيبوا ليه ما ياكل. امه جديده ليندا كتقول ليه باللي راه غادي تعلمو يستعمل الكمبيوتر ولكن هو ما كيتسوقاش. وباه ماكس كيسولو على الهوايات ديالو وهو كيقول ليه باللي راه ما كندويش ملي كنكون كناكل، وكيديوه للبيت ديالو باش يشوفو كيعطيو واحد الهديه ولكن هو ما كيكونش مسوقهم. وليندا كتخلي ليه حوايج جداد فوق الناموسيه وكتمشي، وهو كيجبد الاله الموسيقيه ديالو وكيبدا يعزف بها. وفي الصباح ماكس كيجيب ليه واحد البيكالا وكيقول ليه سير بها المنتزه باش تنفذ بها العقوبه اللي تعطات ليك. ملي كيوصل كيدخل وكيلقى واحد المجسم ديال واحد الحوت وكيعجبو بزاف، ولكن كيدخل عنده ديفيد المدير ديال المنتزه وكيديه معاه باش يضرب تماره، ولكن كيشوف الحوت من ورا الجاج وكيقرر باش يطلع الفوق باش يشوفو مزيان. وكيشوفو ديفيد وكيقول ليه شنو طلعتي دير هنايا، ولكن هو كيتوتر ما كيقدش يجاوبو. هنا ديفيد كيبدا يقول ليه بان داك الحوت راه سميتو ويلي وخاصو يبقى بعيد عليه حيت شرس بزاف. مورا جيسي كيسمع بلي العرض اللي في المنتزه بدا وكيمشي باش يتفرج فيه، وكيعجبو العرض وكيكون فرحان بزاف، وكيعرف باللي الحوت ويلي غاديين يديروا ليه شي عرض وكيتمنى باش يحضر لذاك العرض. والنهار الاخر جيسي كيمشي باش يكمل العقوبه ديالو، ولكن كيجبد هذيك الاله الموسيقيه وكيبدا يعزف بها. هنا كيجي عندو الحوت وكيكون فرحان بالعزف ديالو، وكتكون جايه ري وكيرش عليها ويلي الماء، وكتسول جيسي وكتقول ليه علاش كتجي عند ويلي، هو كيقول لها حيت كنبغيه بزاف، وكيمشي معاه باش يوجدوا الماكله ديال ويلي، وهو كيعرف باللي كياكل غير السلمون. وفي الليل جيسي كيكون كيعزف لويلي ولكن كيحس بشي واحد جاي وكيهرب وكيطيح في لابيسين، ولكن كيعتقوا ويلي وكيخرجوا برا. وجيسي ملي كيفيق كيشكرو حيت عتق ليه حياته. ملي كيمشي عند ديفيد كيقول ليه ديفيد بلي راه فيه شي حاجه مميزه هادشي علاش ما خلاهش يغرق. ومراه كيسولو ديفيد كيقول ليه علاش جيتي عندي، هنا صاحبنا كيقول ليه بلي راه سالات العقوبه ديالو خاصو يمشي بحالاته. وديفيد ملي كيوصلوا لدارهم كيطلب الاذن من والديه وكيقول لهم خليوه يجي يخدم معنا ملي ما يكون عنده ما يدار. والنهار الاخر كيمشي لهداك المنتزه ولكن كيشوف ويلي دايرينو في واحد الشبكه على قبل باش يخرجوه ويقلبوا ويشوفوا لا تكون دار شي حاجه. وويلي كيبقى يدير واحد الصوت بحال كيبكي وكيبقى في جيسي، وجيسي كيمشي باش يحل ليه الشبكه، ولكن ديفيد كيشوفو كيقول ليه راني شتك شنو درتي، وراه بطبيعه الحال ويلي غيكون فرحان دابا. ومورا جيسي كيمشي باش يشري ليه شي ماكله وكيتلاقى تما مع صاحبو تيدي وكيقول ليه بلي راه خاصو يزورو في المنتزه، وكيمشي عند ويلي وكيلوح ليه الماكله وكيبقى يعزف ليه شويه، ولكن ويلي كيرد ليه ديك الحوته وكيبغي يوكل عليه بيدو وكيطلب منه باش ما ياكلش ليه يدو من يكون كيوكلو، وكيحاول باش يقرب ليه ولكن ويلي ما كيدير ليه حتى شي حاجه وكيكونوا فرحانين وكيبقاو يلعبوا شويه مع بعضياتهم حتى كيشوفهم ديفيد وري. وكتجي مغريبه كيفاش ويلي كيتعامل مع الدري واخا هو باقي صغير. وجيسي كيقول ري باش توكل ويلي ولكن ويلي كيتقلق وكيغطس لتحت، وري كتقول جيسي بان الحيتان كيعيشوا في تجمعات وما كيبغوش يتفرقوا على بعضياتهم، وكتقول ليه باللي راه مول المحل ما بغاش يكبر لها بيسين حيت التكلفه ديالو غاليه. وشويه كتجي من الفكره بان جيسي خاصو يدرب ويلي، وبهذه الطريقه غادي يقدروا يدبروا شويه الفلوس باش يكبروا داك لابيسين. وكيبدا جيسي كيدرب فيه وبشويه بشويه كيوريه شي حركات جداد وكيجيب ليه الحوت ديال السلمون وكيوكلوا ليه. وديفيد وري كيكونوا فرحانين حيت جيسي قدر يدرب ويلي وخلاه يولف عليه. وبشويه بشويه جيسي كيزعم وكيتلاح في لابيسين وكيطلع فوق الظهر ديال ويلي، وملي كيبوسو في راسو ويلي كيحل فمو كيخليه يلعب ليه بلسانه. وري كتجي عنده كتقول ليه باللي راه ويلي راه ولا مستعد للعرض. هنا كيوصل مول المنتزه باش يشوف العرض ديال جيسي وويلي. ملي كيدخل كتجي غريبه كيف
كيفاش جيسي قدر يدرب ويلي مع انه كان عصبي شي شويه، وكيسول جيسي واش تقدر تعاود هاد العرض. ملي كيقول لي كيقول لي بلي راه غادي نخليك هاد المره ديريه ولكن قدام الجمهور. وكيجي النهار ديال العرض وكيكون مول المنتزه فرحان حيت جاو عندهم بزاف ديال بنادم، وكيجيو الدراري الصغار وكيمشيو حدا الدجاج وكيبداو يخبطوا فيه، ولكن ويلي كيكون خايف شي شويه. وكيجي داك الضابط عند جيسي وكيقول ليه بلي راه فخور به بزاف، وكيبدا العرض ولكن ويلي ما كيسمعش الهضره ديال جيسي، وملي ما كيتفاهمش وياه كيغطس لتحت في لابيسين، وجيسي كيتعصب وكيمشي كيجري بحالاته. ويلي من يغطس لتحت في لابيسين بدا كيخبط في الدجاج والناس تخلعوا وهربوا بحالاتهم. والوالدين ديال جيسي كيجيو عندو وكيقولوا ليه بلي راه دار اللي عليه وما يبقاش فيه الحال. وفي الليل جيسي ما كيجيش الناس وكيمشي للمنتزه، ملي كيجي عنده ويلي ما كيبغيش يدوي معاه وكيجري عليه، ولكن ويلي ما كيبغيش يمشي وكيبدا يرش عليه في الماء باش يلعب معاه. هنا جيسي كيقول ليه بلي راه جيت غير نودعك وغادي نمشي برا المدينه وما عمرني ما بقيت غادي نرجع ليها. وفي طريقه هو غادي كيسمع ويلي كيدير واحد الصوت، وفي نفس الوقت كيسمع الصوت بحال ديال ويلي كيجي من واحد الجهه واحده اخرى، وكيطلع باش يشوف شنو واقع، ولكن كيتفاجئ كيلقى بزاف ديال الحيتان كيديروا نفس الصوت اللي كيدير ويلي. وهنا عرف بلي غادي تكون غير العائله ديال ويلي. موراها شاف مول المنتزه صايبت شي رجال باش يهرسوا لابيسي اللي فيه ويلي، باش لابيسي ملي غادي يخوى من الماء ويلي غادي يموت. وموراها جيسي كيمشي عند ديفيد وكيقول ليه بلي راه مول المنتزه باغي يقتل ويلي، وكيتفقوا وياه باش يعتقوا ويلي ويردوه للعائله ديالو، وكيقولوا الري ولكن هي كتعترض. ولكن ديفيد كيقول لها بلي راه ويلي الا بقى بلا ما غادي يموت، وكيوجدوا الرافعه باش يديروا فيها ويلي. ملي كيتهرج الرجاج ديال لابيسين ويلي كيخرج وكينقص جيسي باش يعتقوا ويديروا في الرافعه، وبهذه الطريقه قدروا يخرجوه من لابيسين. وراي كتقول لهم بلي ويلي الجسم ديالو ضروري خاص يبقى فازك، وديفيد وجيسي كيمشيو يجيبوا الطوموبيله باش يجروا بها ويلي. وماكس وليندا ملي كيبغيو يتصلوا بهم عن طريق اللاسلكي ديال الطوموبيل ما كيبغيوش يجاوبوهم، وفي الطريق ديالهم هما غاديين كيلقاو واحد الشجره وكيضطروا باش يرجعوا من طريق واحده اخرى، ولكن كتوحل لهم الرويضه في التراب وما كيقدوش يحركوها. وهنا ديفيد كيقول لهم بلي ضروري خاصهم شي واحد اللي يعاونهم، وكيصوني جيسي على ليندا وماكس وكيوريهم بلاصتهم باش يجيو عندهم ويعتقوهم. ملي كيجيو عنده كيعاود لهم البلان وكيطلب منهم باش يعاونوه، وكيوافق ماكس، وكتكون هذه اول مره كيعنقوا فيها، وكيتعاونوا كيقدروا يخرجوا الرويضه اللي كانت واحله لهم. وموراها كيمشيو لافاج ديال الطوموبيله وكيرشوا شويه الماء على ويلي. وفي الطريق ديالهم هما غاديين جيسي كيبدا يواسف ويلي وكيقول ليه راه قربنا نوصلوا عند عائلتك، ولكن كيتفاجئوا بمول المنتزه واقف قدامهم وحابس عليهم الطريق. ولكن ماكس ما كيراعيش وكيكسيره حتى كيهرس الباب، وكيدخلوا بالطوموبيله حتى لوسط الماء على قبل ويلي، وكيحاولوا باش يخرجوا ويلي ولكن هو ما كيبغيش يتحرك حيت عنده نقص في المياه. هنا كيوصل عندهم داك خونا مول المنتزه وكتشبك بيناتهم عصا، وديفيد وماكس كيبداو يشلخوا فيهم، وشويه ويلي كيقدر يتحرك وسط الماء، وجيسي كيكون فرحان بزاف وكيقول ليه بلي راه كيبغيه بزاف، وويلي كيمشي بحالاته. ولكن شويه كيبان واحد الباطوه ديال الصيد وكيكون متفق مع مول المنتزه، وكيرميو الشبكه قدام ويلي باش يحبسوا عليه الطريق. وجيسي ملي كيشوف هذاك المنظر كيمشي كيجري للجهه ديال ويلي وكيطلب منه باش ما ينساش، وكيبدا يبكي وكيقول ليه باش ينقز من فوق الشبكه حيت عارفو غيديرها، وكيبدا يشجع فيه وفعلا هذاك الشيء اللي كيكون، وكينقز واحد المسافه كبيره بزاف وكيقدر يفوت هذيك الشبكه. وكلشي كيتفاجئ وكيكون فرحان الا مول المنتزه كيكون متفاجئ وما كيفهم والو. وجيسي ملي كيكون معنا ماكس وليندا كيحس بهم عائلته الحقيقيه، وكيبان لينا ويلي حتى هو فرحان مع عائلته. وهنا كيكون سال الفيلم ديالنا. المهم الخوت لا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك وبواحد كومونتير، ولو كنتي ما مابونيش معنا تابونا، وكيف العاده تسناوني في فيلم جديد، والسلام عليكم.